السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده طريقه الشيش طاووق بطريقه سهله جدا. عايزه نص كيلو شيش طاووق. طبعا بنروح عند بتاع الفراخ نقول له عايزين شيش طاووق زي ما انتوا حابين، نص كيلو كيلو زي ما انتوا حابين. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا جبت بوله دلوقتي، حطيت فيها معلقتين زبادي، وكمان معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، وكمان معلقتين زيت، وكمان حطيت معلقه كبيره صلصه، وكمان حطيت ملح حسب الرغبه، نص معلقه براحتكم، وكمان حطيت فلفل اسمر نص معلقه برضو. دلوقتي بقى وكمان عصرت نص ليمونه. دلوقتي بقى هنقلب كل المكونات دي مع بعض. دلوقتي دي التتبيله بتاعتنا دلوقتي للشيش طاووق زي ما احنا شايفين كده، بجد تحفه. وكمان حطيت ربع معلقه او نص معلقه صغيره، عايزه اقول لكم كاتشب، بجد بتفرق في الطعم جدا. جربوها التتبيله دي هتعجبكم جدا بصراحه، يعني هي تتبيله خطيره. كده حطينا التتبيله على اوراق الدجاج او شيش طاووق. دلوقتي بقى قلبناها خلاص. دلوقتي هنقفلها باسترتش، يا ريت تسيبوها ليله كامله في التلاجة، او لو عايزين تعملوها على طول ساعه او اتنين. دلوقتي نقفلها بالاسترتش ونسيبها دلوقتي بقى في التلاجة شويه. دلوقتي لغايه بقى اما تتبل الشيش طاووق يتبل، نسيبه شويه. طبعا دلوقتي انا قطعت زي ما احنا شايفين طماطم كده، بس ما فيهاش طبعا بذور من جوه، انا عايزه القشره بس. وزي ما احنا شايفين فلفل اخضر، وكمان فلفل الوان، وكمان بصل زي ما احنا شايفين كده. بس دلوقتي بقى عايزين العيدان الشيش طاووق اللي انا عارفينها طبعا هوريها لكم. دلوقتي بقى هننقعها حوالي نص ساعه في ميه دافيه عشان ما تتحرقش لما نحطها في الفرن. دي طبعا عيدان الشيش طاووق زي ما قلت لكم، انا حطيتها نص ساعه في ميه دافيه عشان ما تتحرقش في الفرن. دلوقتي بقى هنجيب الشيش طاووق وهوريكم هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده، احنا جبنا طبعا عيدان شيش طاووق. هندخل بسم الله بصلايه كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده مثلا طبعا شيش طاووق زي ما احنا شايفين كده، بسم الله. وبعد كده هناخد واحدة مثلا زي ما احنا شايفين كده، بسم الله. طبعا ده فلفل. بعد كده زي ما احنا شايفين هناخد طماطمايه، بسم الله. وزي ما